السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. وحشتوني كتير كتير كتير. قبل ما نبتدي في اي حاجة، ما تنسوش تحطوا لي لايك حلو، فضلا وليس امرا. كومنت حلو عشان تدعموني وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات اللي انا بنشرها. لو انتوا شايفين ان الفيديوهات ما تستحقش المشاهدة، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ان انا ما اعملش فيديوهات تاني. صدقوني والله العظيم، يعني مش عايزه اقول لكم ان دي حاجه هتخليني ان انا واثقه من نفسي اكتر. تمام. طبعا انا عارفه ان في ناس كتير بتنشر فيديوهات احسن مني، وعندها طريقه في التصوير احسن مني، وطريقه في الفن في الطبخ احسن مني بكتير بكتير بكتير. بس طبعا كل واحد على قده، كل واحد على قد تفكيره وعلى قد امكانياته. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. واتمنى لكم كل التوفيق وكل الخير يا رب. طبعا النهارده الوصفه بتاعتنا انا عملتها معاكم قبل كده، بس فيها تريكات جديده. تمام. هبتدي بقى معاكم النهارده في وصفه المحشي. خلطه المحشي دي يا جماعه بتناسب كل جميع انواع الحشوات، يعني تنفع للبتنجان، تنفع لورق الكرنب، تنفع لورق العنب، تنفع للممبار، تنفع لكل حاجه. تمام. في تركاية كده انا ما بحبش، يعني مش ما بحبش اعملها، هي بتبقى جميلة جدا في المحشي، بس انا عندي ولادي وزوجي ما بيحبوهاش في المحشي، اللي هو النعناع الناشف. يعني احنا عندنا عند جماعتنا بيحبوا ان هم يحطوا النعناع الناشف على الخلطة بتاعة المحشي. وبالذات لما يكون مثلا ورق كرنب او ممبار او حاجه زي كده، بتخلي نكهه للمحشي في الاكل وفي الطعم. مش عايزه اقول لكم جميله جدا، بس انا طبعا عشان ولادي وجوزي مش بيحبوها في المحشي، فما برضاش ان انا احطها. طبعا وعندنا هناك بيعملوا المحشي، يعني مش بنخدع له، الكلام ده بيبقى نص سوا، عشان انا عندي والدتي تعبانه بالقولون وكده. فالحاجات المسبكات دي مش ما تجيش معاها، تتعب على طول. تمام. فانا هنا يعني عندنا بيحبوا الحاجة تبقى واخدة حقها في السوا وفي التسبيك وفي الحاجات دي. طبعا انا حطيت في الاول معلقتين سمنة محترمين وشوية زيت، وجبت عندي طبعا بصلاية كبيرة. البصل يا جماعة هنحطه في الاكل بالحنتوفة. عارفين يعني ايه بالحنتوفة؟ يعني بجد والله احنا داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا يسترها يعني. البصل احنا عندنا بنجيبه بصعوبة دلوقتي. عارفين اللي بيهرب مخدرات؟ عندنا كده بندور عليه كأنه زي المخدرات بالظبط. الحمد لله. طبعا لو بتتابعوني يا ريت الناس اللي بتتابعني من كل البلاد تقولي البصل وصل عندهم بكام. احنا عندنا دلوقتي في بيبيع ب10 الكيلو، وفي بيبيع ال2 كيلو ب25، وفي اللي بيبيع ب15. كل واحد بيبيع على مزاجه. تمام. مش عايزه اقول لكم المنطقه اللي انا فيها كلها منطقه فلاحين، يعني بص الخير عندهم لا يعد ولا يحصى. ربنا يبارك ويزيد كل واحد وكل من كان. بس الاستغلال وحش بجد والله يا جماعه، الاستغلال وحش. يعني مش عارفة ليه احنا مش ملاحقين اللحمة اللي وصلت ب320 وب330 دي في منطقتنا عامة. وصلت ل320 و330 ومحدش هيجيبها. انا عن نفسي يعني اخر كيس عندي استخدمته، اللي انا هستخدمه معاكم ده، مش هجيبها. يعني حرفيا انا مش هقدر ان انا اجيب لعيالي كيلو. لا احنا عامة مش هناكل، يعني ولادي بسم الله ما شاء الله بيحبوا اللحم وبيحبوا الفراخ وبيحبوا السمك وكل حاجة. فانت عشان تجيبي مش هتجيبي على الاقل نص كيلو، يعني هتشممي للعيال. ما هو احنا اسرة من 4 افراد، لو جبنا نص كيلو هيبقى كل واحد قطعة، هيبقى كمان يعني تمام كده. انتوا فاهمين؟ هي طاقة يعني نص كيلو ب160. تمام. اه يعني 160 165. تمام. وعندك الرز وصل عندنا ل30 و35 جنيه. تمام.
طبعا بقى مش عايزه اقول لكم على بقيه الخضار الاسعار متفاوته. يعني بصوا بقى، في ناس بتبيع باسعار وفي ناس بتبيع. يعني انا انزل السوق لازم انا الف السوق سبعا عشان اجيب سعر كويس وحاجه نظيفه. انتوا فاهمين؟ كل واحد بيبيع زي ما قلت لكم بمزاجه. والاستغلال يا جماعه ربنا يكفينا شره، ربنا يكفينا شره بامانه الله. يلا خير، ربنا يعديها على خير الايام اللي احنا بنمر بيها ديت ويسترها علينا، لان احنا بصراحة تعبنا بجد بجد بأمانة الله تعبنا. انا ممكن قلة تصويري للفيديوهات، انا هصور لكم ايه عشان ما اضحكش عليكم، انا اختكم واعتبروني ان انا منكم، انا هصور لكم ايه؟ انا في ناس بتطلع مثلا تصور فيديوهات الاكلات اللي بيعملوها. انا مش عايزه اقول لكم، انا اغلب وقتي بقضي اكلي يعني الحاجات اللي هي الشعبيه. يعني ممكن شويه بطاطس، شويه حته جبنه، شويه بتنجان مقليين. هو ده اللي انا يعني اعذروني ان انا بقول كده. وانا حاجه دي انا ما بخجلش منها، صدقوني. انا دي حاجه انا بتشرف بيها ان انا عايشه على قدي، والحمد لله. انا موظفه وجوزي ارزاقي. جوزي بيشتغل بيروح شغله، بيجيلنا يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم الحد، اجازة القاهرة. تمام. فاليوم اللي بيجي فيه انا بصراحة بعمل كل حاجة. يعني انا مطلعة عندي نص فرخة ومطلعة عندي نص كيس لحمة. نص كيس لحمة ده يعني حوالي 4 قطع. تمام. بس انا عندي ولادي بيحبوا مع المحشي، في اللي بيحب الفراخ وفي اللي بيحب اللحم. فانا بصراحة قلت المحشي اللي هعمله هيكفينا يومين ورا بعض بلحمهم، يعني بلحمتهم. انتوا فاهمين قصدي؟ انا زي ما قلت لكم، اعتبروني اختكم. انا بحب اتكلم معاكم وبحب افضفض معاكم. فانا مش غريبة عنكم وانتوا مش غريبة عني. انا طبعا دي حاجات مش كل الناس ان انا لازم اعرفهم حياتي، بس انا بكلمكم بامانة. يعني ده اللي المفروض ان هو متداول ما بين الاسر دلوقتي، ان كل واحد ماشي على قده. انا عن نفسي زي ما قلت لكم، انا بطبخ يوم واحد في الاسبوع. هتقولوا لي معقول؟ اقول لكم اه معقول. انا بقضي بقيه الاسبوع انا وولادي شويه مكرونه محمرين، شويه زي ما انا صورته معاكم المكرونه باللحمه المفرومه. بعمل شويه مكرونه مثلا بالطماطم ومعاها بيضتين مسلوقين. بعمل مثلا شويه بطاطس وبتنجان. ممكن اقضيها مثلا في نص الاسبوع رنجايه وشويه بطاطس. فبصراحة يعني انا بخجل ان انا اطلع اصور فيديوهات واقول انا عملت كذا وعملت كذا، بس ايه، يعني الحمد لله ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. و... و... ويفضل ونفضل ان احنا واقفين على رجلينا وربنا ما يفضحناش، يفضل ربنا ساترنا وساتر بيوتنا. دي اهم حاجة. طبعا انا ضيعت الوقت وما عرفتكوش الوصفة بتاعت الخلطة بتاعت المحشي. يا جماعه انا حطيت معلقتين سمنه وحمرت البصلايه بتاعتي. تمام. انا عملت بصلايه كبيره، حطيت نصها ونصها حطيته على خلطه المحشي زي ما انتوا شفتوا. تمام. جايبه توابل اللي هي خلطه المحشي. انا قلت ان انا هجيبها، مش عايزه اضيف اي اضافات تاني. يعني انا حطيت الفلفل بتاعي على التخديعه. تمام. وحطيت خلطه المحشي ديت، وحطيت شويه كمون وشويه ملح، معلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه فلفل وشويه ومعلقه خلطه محشي. تمام. وسبتها تتسبك مع نفسها. وحطيت الخضره. انا طبعا ما حطيتش الرز على التخديعه، انا حطيت الرز في صينيه زي ما انتوا شفتوا، لان انا مش عايزه الرز، انا عايزه الرز يفضل بحبته، يعني ما تاخدش سوا. الرز ما ياخدش سوا، الرز ياخد سوا في المحشي نفسه. تمام. وحطيت الخضره عليها، وحطيت الثوم، هرست ثوم وعملت حطيت شطه. تمام. وحطيت الكمون بتاعي بقى، كمون وخلطه المحشي، اللي هي توابل المحشي والفلفل والملح وال اللهم صل على النبي، والثوم والخضره. وكان الله بالسر العليم. تمام. قلبنا الخلطة بتاعتنا وشوية زيت عليهم عشان الرز يبقى مفرفر وحلو كده. وعشان المحشي طبعا اهم حاجة تبقى البتنجانية تكون مهوية شوية، ما تملهاش على الاخر. وحطيت في الارضية بتاعة الحلة بصل وشرايح طماطم وفلفل وقرن شطة برضو. ورصيت البتنجان زي ما انتوا شفتوا كده، حشيته كله. وحشيت الفلفل لوحده في حلة لوحدها. وكنت انا معلقة مشوحة اللحمة، وحطيت التوابل بتاعتها اللي هي الفلفل والحبهان وورق لورو
وسبتها تتشوح مع نفسها في مكعب زبدة، وحطيت الايه الميه مغليه وسبتها تغلي مع نفسها. طبعا الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا عارفين اللي انا المعتاد بتاعي، دعكت الفراخ بشويه فلفل وشويه ملح، وسبتهم مع بعض شويه، وقمت جايه شطفاهم. وطبعا حطيت العقد بتاع الفراخ، دعكت بصلايه بطماطمايه بشويه فلفل بشويه ملح، وسبتها لما الميه تغلي، وقمت جايه سقطها في الحله. تمام، خدت غلوتها، قمت جايه ساقطه في الفرخه بتاعتي او الفراخ بتاعتي وحطيتها تاخد غلوتها. وبعد كده احط الايه الملح بتاعها بعد ما تاخد سنه سوا كده. الملوخيه بتاعتنا الحمد لله ملوخيه خضراء جميله حلوه. حطيت شويه شوربه، حطيت الملوخيه بتاعتنا. الملوخيه اللي انا بستخدمها ملوخيه متفرزه، بجيبها من بره اللي هي بسمه. حطيتها وطبعا التومية بتاعتي اللي هي الطشة، شوية توم، شوية كزبرة ناشفة مع معلقة سمنة وشوية زيت. ومش عايزة اقول لكم على الريحة بتاعت الملوخية، عايزة لايك يرفع الفيديو بالله عليكم. مش عايزة اقول لكم ان الفيديو ده انا كنت مصوراه في اكتر من ساعة ونص. يا ريت يا ريت ما تغزلونيش، بجد 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 هتشرفوني وهتفرحوني وهتبسطوني لو حطيتولي لايك وكتبتولي كومنت حلو من اين انتوا بتتابعوني، وتقولوا لي ايه رأيكم في المحشي بتاعي. والحمد لله اكلناه الحمد لله. ربنا يديمها نعمة علينا ويسترها علينا وما يفضحناش ويرخيها ربنا، يا رب يا رب يرخيها، لان في ناس كتير تعبانه والله العظيم يا جماعه، في ناس كتير تعبانه. مش عايزه اقول لكم ان في ناس كتير مش هتضحي السنه دي بسبب اللي احنا بنمر بيه. ناس كتير مش هتضحي السنه دي. ربنا يلطف بينا ويسترها علينا ويحسن خاتمتنا. وما تنسوليش في دعوة حلوة بالله عليكم، ربنا يرزقني الخير ويفرح قلبي، لان بجد انا كنت بمر باصعب ظروف في حياتي. مش عايزه ادوشكوا بيها، بس بجد والله انا كنت داخله كان على خراب بيوت. يعني انا كان بيتي خلاص، انا الحمد لله ربنا عداها وسترها والحمد لله على كده. اتمنى ان انا اشوفكم في فيديو جديد، اشوفكم على خير، واستنى تعليقاتكم الجميله الحلوه. مع الف سلامه.